الدرامات الكورية. احنا هنا هنتكلم عن اقوى الدرامات الكورية والناس اللي عايز تدخل عالم الكي دراما. لو اول مرة هتتفرج على درامات كوري او اتفرجت بس مش كل الدرامات اتفرجت عليها، فالفيديو ده معمول علشانك. الدرامات الكوري اللي هقولكم عليها دي مش مجرد تمثيل، دي ذكريات بدأناها من ايام MBC 4 وكوريا TV. يلا نبدأ رحلتنا في عالم الكي دراما مع نور. واول كي دراما هتكلم عنها هي الدراما الكورية الاولى اللي اتفرجت عليها واللي دخلتني عالم الكي دراما، وهي دراما الورثة. الدراما دي من افضل الدرامات اللي ممكن تتفرجوا عليها. الدراما دي نزلت في 2013، انا اتفرجت عليها في 2014 من زمن على MBC 4، واكيد في منكم كتير اتفرج على الكوريان دراما على MBC 4. حلوة، ابطالها كتير جدا، بتتكلم عن البطل الوسيم اللي المدرسة كلها بتحبه، البطلة الفقيرة اللي البطل بيحبها، وفي بطل تاني. فهي دراما حلوة قوي، وفي صراع شوية ما بين العائلات. فالدراما دي حلوة جدا، انا بجد بنصح ان تتفرجوا عليها ومش هتندموا. الدراما دي اللي دخلتني عالم الكي دراما، واراهن ان اللي هيتفرج عليها هيدخل عالم الكي دراما بسببها. الدراما دي طبعا ابطالها من اشهر ابطال كوريا، لي من هو وبارك شين هي. واللي عارف بارك شين هي تعتبر من اشهر الابطال في كوريا، لان هي بجد مبدعه. بالنسبه لبارك شين هي او لي من هو، هقول لكم على درامات ليهم كتير حلوه قوي تقدروا تتابعوها وتنبسطوا بيها. احنا هنا بنتكلم عن كيم تان وتشاون سانج. كيم تان كان الوسيم اللي البنات كلها بتحبه وبتخانق علشانه. تشاون سانج البنت الفقيره اللي كيم تان هيحبها. الدراما دي بتاخدنا لعالم اخر من الدرامات المدرسيه اللي بجد لازم تشوفوها. تاني دراما معانا وهي دراما You Are Beautiful، انتي جميلة، لبارك شين هي برضو البطلة بتاع الدراما الورثة. والابطال معانا بقى جان جن سوك وبارك شين هي برضو. الدراما دي خلت ناس كتير تدخل عالم الكيبوب، لان الدراما دي موسيقية، يعني الناس اللي بتحب الدرامات الموسيقية والكيبوب والكلام ده، فالدراما دي علشانكم. البطلة هنا بتتنكر على هيئة اخوها علشان تبقى مع فرقة الايدولز دول. لا، لازم تشوفوا الدراما دي، هي دراما ممتعة خفيفة جدا مرحة، فيها القسط بتاعها اللي هو الاغاني بتاع الدراما حلوة قوي، لان هم اللي بيغنوا الابطال. فبجد بجد هتعجبكم قوي الدراما دي، انا برشحها. تالت دراما معانا بقى والمفضلة بجد اللي بحبها قوي، هارت سترينجز، اوتار القلوب. الدراما دي تحفة تحفة، برضو هي دراما موسيقية للناس اللي بتحب الدرامات الموسيقية، ولكن فيها طابع خفيف رومانسي مع كوميدي مع زعل حاجة بسيطة. يعني الدراما حلوة قوي، شاملة حاجات كتير، لازم بجد تتفرجوا عليها. والبطلة برضو بارك شين هي. هتسألوني هو كل بارك شين هي؟ هقول لكم ان هي كانت اسطورة في عالم الكي دراما من اوائل 2000. كانت من احسن الابطال اللي ممكن تتفرجوا لها على اي دراما، لانها مبدعة في اختياراتها للدرامات. ابطال دراما اوتار القلوب هي بارك شين هي وجونج يونغ هوا. دراما اوتار القلوب دراما جامعيه، فيها مزيكا، فيها موسيقى كتير. ناس بتحب الجو ده، ان احنا نبقى في الجامعه وبنعزف وبنغني والجو ده كله. فانا بجد برشح قوي اوتار القلوب ان انتوا تتفرجوا عليها. اغلب الناس اللي اتفرجت على الدراما دي بجد بتعيدها كل سنه زي انا كده. والدراما الرابعه معانا وهي ويت ليفتنج فيري كيم بوك جو. لو بتحب الدراما الرياضيه الكوميديه الرومانسيه، فالدراما دي عشانك. دراما رياضية رومانسية كوميدية، لو انت بتحب الطابع الرياضي الرومانسي الكوميدي، من بطولة نام جو هيوك ومن بطولة لي سونغ كيون. نام جو هيوك من الابطال اللي هتحبهم جدا في كوريا، لان دراماته حلوة جدا. لازم تتفرجوا على الدراما دي علشان هتعجبكم قوي، دي من افضل دراماته، ودي اول دراما اتفرج له عليها. الدراما دي بتتكلم عن بطل سباحة وبطلة رفع الاثقال. لازم تشوفوه بجد وتشوفوا قد ايه البطلة بتجتهد على نفسها والبطل بيجتهد، والاتنين هيحبوا بعض، ولكن هيحبوا بعض ازاي. الدراما دي حلوة قوي بجد، لازم تشوفوها علشان انتوا من خلال الدراما ده تحسوا ان انتوا عايزين تلعبوا رياضة بعد ما تخلصوها. الدراما الخامسة معانا بقى وهي دراما سترونج وومن دو بونغ سو. الدراما دي فانتازيا، اكشن، رومانس، ضحك وضحك، يعني بقول لك ضحك علشان احنا الابطال هنا بارك بو يونغ وبارك هيونغ شيك. الاتنين دول اتجمعوا مع بعض دراما وعملوا لنا دراما
كوميدي. اصلا بارك هيونغ شيك معروف ان هو كوميدي او في دراما، بس مش كل طبعا دراماته، ولكن بجد هو من احسن الابطال في كوريا حاليا في اختياراته للدرامات الحلوه. واكيد في بارت 2 من عالم الكي دراما هقول لكم على شويه درامات ليه حلوه قوي. الدراما فانتازيا بتتكلم عن بنت عندها قوه خارقه من صغرها، ازاي هتتعامل مع القوه الخارقه دي مع الناس، وعن مدير شركه هيقع في حبها، وعن السايكو فعلا اللي بتشوفوهم في الدرامات. فالدراما دي فيها سايكو، يعني فيها اكشن، فيها كوميديا، فيها ضحك، فيها رومانسيه. الدراما دي هتاخدكم لحته تانية، هتخليكم تخلصوها في يوم واحد تقريبا زي ما انا عملت. نيجي بقى لسادس دراما واللي بجد هي one of my favorite، Crash Landing on You. الدراما دي بقى حاجه كده من الجمال. يعني انا بقول لكم لو هتبتدوا تتفرجوا على كوريان دراما فلازم تتفرجوا على Crash Landing on You، لان الابطال اصلا هم متجوزين في الحقيقه، فتخيلوا بيمثلوا مع بعض في دراما. الدراما هتطلع عامله ازاي؟ والابطال معانا سون يي جين وهيون بين، طبعا one of my favorite. يعني الدراما دي رومانسيه اكشن ودراما، وكمان فيها دفء العلاقات، يعني بتخليكوا تشوفوا قد ايه الصحاب مهمين. هي دراما حلوه قوي، شامله حاجات كتيره قوي ما بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. تخيلي تطيري في الهواء فتقعي في كوريا الشماليه، ايه اللي هيحصل؟ ده اللي حصل مع البطله في الدراما، والبطل لقاها اللي هو جندي في كوريا الشماليه. لازم تشوفوا الدراما دي وتعرفوا قد ايه انها حلوه. ده غير انها متصوره، جزء منها متصور في سويسرا، فيعني مش قادره اقول لكم على الجمال اللي بتشوفوه في الدراما، من الطبيعه، من الدراما نفسها، من القصه، من الابطال كلهم على بعضهم كده عاملين دراما بالاوست بتاعها، الاغاني، بكل حاجه. فالدراما دي علشانكم. والدراما السابعه معانا وهي إتوان كلاس. إتوان دي منطقه في كوريا، فالدراما متصوره فين؟ اكيد في إتوان. الدراما دي تحفيزيه، يعني هتخرج من الدراما هتحس انك عايز تكسر الدنيا. انا قايم اكسر الدنيا، قايم دلوقتي انا هوصل للقمه. هي مش رومانسيه على قد ما هي تحفيزيه، وهي بجد تحفه. انا بحب الدراما دي جدا، انا بحس ان انا عايزه اجدد شغفي بتفرج على الدراما. وطبعا الدراما دي من بطوله بارك سجون. بارك سجون بجد انا بحبه جدا، من ابطال كوريا المهمين اللي لازم تشوفوا لهم درامات. انا اتفرجت له على كل دراماته تقريبا، بس دي مش اول دراما بدات بيها. طبعا الدرامات اللي بدات بيها تحفه، انا هقول لكم عليها في بارت 2 من الفيديو ده. في إتوان كلاس البطل اتظلم جدا واتسجن ظلم، ولكن طلع اقوى، حفز نفسه على ان هو يوصل للقمه. فالدراما دي بتعلمنا قد ايه ان احنا ندور على الطموح وعلى الكرامه. وليه؟ علشان هتفهموا لما تشوفوها. تعالوا بقى ندخل على الدراما الثامنه، واللي بقول لكم خلصوا الفيديو ده وروحوا اتفرجوا عليها على طول، وهي دراما جوبلين العفريت. الدراما دي فانتازيا، الناس اللي بتحب الخيال. والدراما دي كمان فيها احسن اغاني اوست، اللي هو الاوست بتاع الدراما على مر تاريخ كوريا. اكيد اللي حتى مش بيتفرج على الكوري اكيد سمعوا الاوست ده قبل كده، او سمعوا الاغنيه دي قبل كده وعدت من عليهم، لان هي من اشهر الاغاني اللي اتعملت في الدرامات الكوريه. الدراما دي خرافيه من كل شيء، بتتكلم عن عفريت، حب بعد الموت، واحده هتحب العفريت، مش من كلام كده، لا بجد هي دراما حلوه قوي. بتتكلم عن الصداقه ما بين العفريت وحاصد الارواح، اللي بجد احسن ابطال كوريا فيه. بتتكلم عن الحب ما بعد الموت. لازم تتفرجوا على الدراما دي لانها خياليه، وانا بحب الدرامات الخياليه لان هي بتاخدني لعالم تاني. فانا برشح لكم دي من احسن الدرامات الخياليه اللي ممكن تتفرجوا عليها. هنا بقى نتكلم على الابطال، وطبعا البطل بتاعنا جونج يو. جونج يو اكيد انتوا كلكم عارفينه من ترين تو بوسان، فيلم المشهور على الاطلاق، وكيم جو اون البطله بتاعه الدراما. الدراما التاسعه معانا وهي مستر سانشاين لكيم تيري ولي بيونغ هون. الدراما دي للناس اللي بتحب الدرامات التاريخية، فنوعها تاريخي رومانسي، قصة حب في زمن الحرب مليانة وطنية وتضحية. أكيد فهمتوا نوع الدراما ماشية ازاي. كل مشهد في الدراما دي كأنه لوحة فنية، فما تفوتوش عليكم ان انتوا تتفرجوا على مستر سانشاين. واخر دراما معانا وهي الدراما العاشرة، هوتيل تيلونا. الدراما دي من بطولة ايو. ايو دي مغنية مشهورة في كوريا جدا. النوع ده من الدراما فانتازي رومانسي، برضو ده نوع اخر من الدرامات الخيالية. فندق بيرحب بالارواح بدل البشر.
كل دراما من دول ليها مكان في قلبي واثرت فيا بشكل اخر، اللي حفزتني واللي خلتني عايزه العب رياضه واللي خلتني عايزه اروح مدرسه فيها اللي هم الشباب الوسيمين الاغنياء واللي خلتني عايزه اشوف مدير شركه غني. فالدراما دي مختلفه، كل واحده فيهم ليها طابع مختلف. ما تفوتوش عليكم ان انتوا تتفرجوا وتدخلوا في عالم الكدراما، لان انتوا بجد هتحسوا ان انتوا في عالم اخر، هتخليكوا عايشين اجواء حلوه قوي، هتاثر عليكم في انها بتلعب على المشاعر، على العائله، على الاصدقاء، على الحب، على الخيال، بتلعب في كل ناحيه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، في درامات اقوى ودرامات خلتني اعيط لمده اسبوع، في درامات كتير انا لسه ما قلتهاش، فاستنوني في بارت 2 من ايه افضل كدراما تقدروا تتفرجوا عليها. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر دراما من اللي انا قلت لكم عليها دول حسيتوا ان انتوا عايزين تتفرجوا عليها اول ما تخلصوا الفيديو. فاكتبوا لي في الكومنتس بقى ايه اكتر دراما حبيتوها. لو بتحبوا الكي دراما فمكانكم هنا مع نور، علشان انا اكتر حد ممكن تلاقوه اتفرج على كي دراما على مر السنين، وهرشح لكم كل الكي درامات اللي انا اتفرجت عليها.